السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوانا الغالين، أقدم لكم اليوم تقرير عن جهاز أصوات الطيور الجديد الموجود لدى السنيدي، نازل له تقريبا شهر. طبعا نزل عندهم جهازين، الجهاز هذا اللي هو موديل 9 DBTR 9، والثاني والله ناسي رقمه، لكن نفس الجهاز هذا تقريبا، يختلف في الستايل في الشكل. ايضا هذا معدن وهذاك بلاستيك. يجي في علبة صغيرة مناسبة، يجي معه كتالوجات تعريفية وطريقة الاستخدام. الجهاز هذا يجي في شنطة زي ما انتم شايفين، سماعة إضافية، ريموت تحكم عن بعد، سلك الشاحن. الثاني يجي بس جهاز فقط، أيضا معه شنطة. سعر الجهاز معقول نوعا ما، 295 ريال، الثاني ب 235 ريال، فرق 60 ريال. مواصفات الجهاز مناسبة نوعا ما. طبعا ذاكرة ميموري خارجية، مدخل USB أو فلاش، مدخل السماعة الإضافية، مدخل الشاحن. طبعا عندك هنا هذا التشغيل والإقفال، أيضا الفوليوم أو الصوت. عندك هنا 3 لمبات شغالة، يعني هذه البطارية فل، ثلثين فل. اللمبة هذه حقت الشحن، أثناء الشحن تشتغل معك، تتحول إلى اللون الأخضر. ما جربت، لكن بحسب ما هو مذكور في بطاقة أو كتالوج الجهاز. مشكلة الجهاز ما يطلع لك أسماء، فتضطر أنت إنك تطلع الذاكرة الخارجية، تركبها في جهازك لابتوب أو كمبيوتر عشان تعرف الأصوات أرقامها وأسمائها وتسجلها عندك في ورقة خارجية. لكن أنا صفيت الأصوات، طلعت ب 23 صوت من 300، لأن أغلبها مكرر وأغلبها محتاجة، وصورتها عندي في ورقة خارجية، واكتفيت ب 23 صوت. طبعا المود هذا الزر يحول إلى راديو، الجهاز يتحول إلى راديو FM AM، وهذه أنا أشوف أنها سلبية في الجهاز، ما له داعي. هذا ستوب أثناء تشغيل الصوت، هنا التشغيل والإيقاف المؤقت، هذا تشغيل إيقاف مؤقت أو تشغيل ستوب. طبعا هذا للتقديم الأصوات. نروح مثلا صوت الصفار، أنا حاطه رقم 12. هذا طبعا هذا للتصفية، ولتطويل الصوت السماعة الإضافية. هذا رقم 12 صوت الصفاري مع صوت، رقم 12 صوت صفاري مع صوت دخان. إذا تبغى مثلا صوت صفاري فقط، رقم 13 حاط صوت صفاري فقط. آه 45 واط، أتوقع أن السماعة الواحدة أو أن السماعتين، من متأكد، لكن صوته ممتاز، أفضل من الجهاز الصغير اللي على قد الكف. سبق اني جربته لا باس به، لكن كان صوته ضعيف مرة، ما ينفع الا في الوديان. هذا بشكل مختصر. طبعا هنا في الانتل حق التحكم عن بعد، التحكم بالجهاز عن بعد. طبعا فيه الريموت ممتاز جدا، كل شيء واضح فيه، تقدر تطول الصوت، تقصر الصوت من الريموت، فيه تقدر تغير الصوت من الريموت، تقدر تدخل الرقم، ايقاف، كتم الصوت، جميع المواصفات او جميع الامكانيات تقدر تتحكم بها من هنا او من الجهاز نفسه. هذا بوصف موجز عن الجهاز. ما جربت التجربة فعلي، لكن متفائل الخير وجيد جدا بسعره، بمواصفاته، بقوة صوته، لا بأس، مو بطال.
هذا تقرير عن تجربتي البسيطة لجهاز صوت الطيور اللي من السنيدي، وأتمنى لي ولكم إن شاء الله التوفيق.